نقدر نستخدمها الأثاث، الغسالات. كم حجم الخسائر، كم تقدرها اليوم؟ والله الأثاث بروحها، بس هذه الكنبات الموجودة ممكن 1000 دينار، غير الأمور الكهربائية. الإجمالي الكلي كم تقريبا قيمة الخسائر يعني؟ صعب، ممكن يوصل 3000 إلى 5000 بالسيارات. إيه. علاش دبي والسعوديه بسرعه كيغرقوا بواحد السهوله؟ لانه ما عندهمش بنيه تحتيه كيف ما كتعرف السعوديه وحتى الامارات ما عندهمش نهائيا بنيه تحتيه. هما ماشي ما قادرينش باش يعدلوها، ولكن حيت دائما عندهم الشمس طول العام كيضربوا عمليه حسابيه كيلقاو دائما الدنيا مشمشه مزيانه كثار من التيمبو اللي كيجيهم بزاف، فعليها ما ضاربينش الحساب من هذا الشيء. ولكن ملي كتشوف دائما كيبقى يوقع في هذا الشيء الا وعرف بانه ضروري غادي يعدلوا بنيه تحتيه وغادي يبدلوا الفكره ديالهم، ما يبقاوش دائما يبقاو في هذه الخسائر هذه. واكيد البنيه التحتيه غادي تكلفهم مبلغ كبير بزاف. علاش؟ لانه المباني مبنيه ماشي بحال اللي كتعمل مخططات جداد وبنيه تحتيه جديده كيسهل عليك الامورات. فما تنساونيش بالاشتراك، ما تنساونيش باللايك. انت كتشوف الناس كيفاش واكله بونتات الحومه تعمروا بالماء، راه داكشي غريب بزاف. ممكن أقدر لأن تقريبا حاليا لما تحسب لي الأثاث والسجاد والكهرباء و يعني بالطف 700 800 بالطفة. هاي غير إن المرة السابقة عندي الكيبل احترق وأداني بالشوط الكهرباء، احترقت عندي المكيفات. والله يعيني هالمرة بعد. الله يعينك الله يعينك الصراحة يعني. غير الاسانسير الليفت اللي عندي انشحن، فهاي صيانته كم بتكلفني؟ هاي بروحها تكلفتها فوق ال 500 دينار اتوقعها. يعطيك العافية. جهود أهلية ورسمية من جميع الجهات قاعدة تتعاون تنقذ الناس، تنقذ الما يمكن انقاذه. والله اللي قدرنا نسوي سويناه. الناس اللي تعطلت هنا ساعدناهم، طبعا مع السيارات مع الدفاع المدني، بس ما شاء الله ما بعد تعطلوا. ان شاء الله جهود الكل نطوف هذه صور تاريخية اليوم يعني اللي شفناه. هذه احنا عمرنا ما شفناها صراحه. الله يعين يعني صراحه، مع ان اللي جاي قالوا تنبؤوا فيه الساعه 6 الصبح. ان شاء الله يعني الله يخفف علينا، بس هلون كفايه لاني كفايه بس. هذه تقريبا اي هذه كفايه. الله يعين الناس اللي خسرت سيايرها يعني. والله شوفت عينك هاي كلها سيار يدت غرقانه يعني المنطقه كلها غرقانه كلها غرقانه. الله يعينهم يعني ان شاء الله. وانت الله يعينك ويعطيك العافيه صراحه. هاي واجب، هذه واجب.